الله يجعل نهايتنا احسن من النهايه ديال هاد جورج هذا. قسما بالله الا اكفس موته غادي تقدر تشوفها في الحياه ديالك. هاد خونا هذا سميتو جون، وعزيز عليه يكتشف الكهوف في من هو شي كهف ها هو ماشي مخشي فيه. قرر انه يمشي للكهف اللي كاين فلوتي بوتي في الميريكان، وبصح داكشي اللي كان مشى لديك البلاصه ودخل في داك الكهف حتى بانت له واحد الحفره شويه صغيره، ولكن هذه الهوايه ديالو شنو غيدير؟ يمشي يدخل فيها، وبقى كيدخل لداخل حتى لواحد اللقطه هو يوحل ما قدر يزيد اللور ما قدر يزيد القدام، حتى ولا الراس لتحت والرجل ديالو الفوق كما كتشوفوا هنايا في هاد التصويره. ما قدرش يتحرك في مره، وبقى اكثر من 26 ساعه وهو في هاد الوضعيه هذه. ومن بعد جاو فريق الانقاذ وحاولوا بجميع الطرق اللي ممكنه انهم يعتقوه، وما قدروش يعتقوه في مره. شنو قالوا هاد فريق البحث اللي كاين برا؟ قالوا انهم يديروا الطريقه ديال الحبل. شنو يديروا؟ يصيبوا الحبل ويلويوه في الرجل ديالو ومن بعد يجروه، ولكن قالوا باللي الا جروه بهاد اللعيبه هذه غيخرج خونا مهرس كامل، ما غيخرج حتى شي ضلعه فيها صحيحه. وشنو قرروا فريق الانقاذ في الاخر زائد العائله ديالو؟ قالوا اننا ندفنوه تما ونخليوه تما في داك الكهف. ياك السي. وجون المسكين جالس كيغوت لداخل وما كاين حتى شي واحد مسوق له. بالفعل داروا عليه التراب ورماو عليه داكشي اللي رماو، وداروا واحد اللافته في الاول ديال الكهف عليها التصويره ديال جون كاتبين الله يرحم جون والله يجعلها مغفره للذنوب. وراه بصح الله يجعلها مغفره للذنوب. وبالفعل مات جون، وبقات ديك اللافته وداك الكهف تذكار ليلو والعائله ديالو. نشوفكم في فيديو جاي.